العلاقات الاجتماعية تبدلات وأصبح فيها غير الزواق والنظام والبساطة يقولوا عليها أحماق. نهرب منها ولا غادي نصبح في نفسي وفكري معاق. نتقرب من الناس الملاح اللي بالقليل يعرفوا قيمة النجاح وما كاين بحال الفلاح. الناس الله يخاف عليهم، مرة كنطلب ضيف الله في الحليب والله العظيم من غيركم ما كاينش من ما كنثقش في شي حد نقدر ناخذ من داخلي. سلام الله عليكم وتحية طيبة للجميع، ونتمنىكم تكونوا بألف خير، وشكرا على تعليقكم الطيبة والمحفزة، وكذلك شكرا على تطبيقاتكم الرائعة. شكرا بزاف وجزاكم الله خير لأنكم أنتم كتساهموا كذلك في التغيير. كيف ما شاهدتوا جبنا الحليب ديال البقرة من البادية، وهذا الوقت باش نحضروا مجموعة من الأشياء نخزنوها إن شاء الله الفصل القادم، يعني البارد بإذن الله. إن شاء الله نحضروا السمينة، يعني السمن من الزبدة البلدية اللي كنخمروها. التفاصيل كلها عندي في القناة، غنحاول ننزل لكم الرابط في صندوق الوصف بإذن الله، لأن الزبدة في هذا الوقت كتكون عندها الجودة يعني كبيرة، واللون ديالها كيكون أصفر لأنها كتكون رعات من خير الله علينا في الطبيعة. والوقت كذلك باش نحضروا جبن طبيعي اللي كنسميوه حنا عندنا في البلاد يعني المغاربية بالكليله، يعني الطريقه كذلك عندي في القناه، ننزل لكم الرابط في صندوق الوصف ايضا. بعد ما جبنا الحليب كنوضعوه في قدره يعني من الطين نظيفه بطبيعه الحال كما كتلاحظوا، وكنتركوه كيتخمر لوحده دون اي مساعده، يعني اي اضافه كيفما كانت. الحليب سبحان الله كيكون دافئ ملي كنجيبوه مباشره من البقره، وفي 24 ساعه كيصبح متخمر وحاضر باذن الله، لان الجو بدا كيسخن شيئا ما. وإلا كان الجو بارد يقدر ياخذ تقريبا واحد 48 ساعه، اولا نوضعوه في مكان دافئ. بعد ما كيتخمر كتجمع يعني الكريمه على سطح الحليب المتخمر، هي هذيك الزبده كنجمعها، كنزولها بملعقه. كتشوفوا كتلاحظوا ما شاء الله ان الحليب المتخمر صبح مثل يعني هنا كنسميوه حنا الريب، او لا نقدروا نسميوه اليوغورت او الزبادي. اذا قلت الكريمه باننا كناخذوها على سطح الحليب، راه الفيديو ما تسجلش ليا. كناخذ داك الكريمه كتكون صفراء اللون على السطح مع قليل من داك الحليب المتخمر يعني الريب، وكنوضعوا يعني في قاروره كما غتلاحظوا، وكنقوموا بعمليه الخض، يعني كنمخضوه من 5 إلى 10 دقائق بحركات يدويه للقاروره. كنفصلوا الزبده عن الحليب المتخمر. انا ما كنضيفش الماء كيف ما كيفعل البعض، نقدروا نقوموا بهذه العمليه في خلاط يعني كهربائي. وبيني وبينكم انا بغيت ندير شويه ديال الرياضه اليدين ونقوي العضلات ديال اليدين، يعني ما يسمى بالبيسبس والتريسبس. كنلاحظوا ما شاء الله تحصلنا على ريب عاقد وكثيف مثل اليوغورت بدون اي محفزات ولا اضافات. كنحتفظ بالريب في مكان بارد او في الثلاجه يعني حتى الاسبوع للاستهلاك، يعني اللي كيكون فوري، يعني ما يتعداش الاسبوع. والا كنت حبيت يعني نستهلكه اكثر من اسبوع وبغيت نخزنه، ضروري نقوم بعمليه التحويل الى ماده غذائيه اخرى. غنحولها الى ماده الجبن الطبيعي او ما كيتسمى بالكليله عندنا في البلدان المغاربيه. كنقوم فقط بتسخينه فوق نار جد هادئه، ويعني وكنصفيه وكنكون تحصلت عليه. يعني التفاصيل عندي في القناه، غنزل لكم كذلك الرابط في صندوق الوصف. وبهذا الخير ان شاء الله غنشوفوا شنو غادي نقدروا نحضروا به واحد الطبق عريق، والريحه والبنه الريق عليه يسيل ما شاء الله. دابا وقت القوق البلدي، وما ادراك ما القوق البلدي. فيه الشوك وبزاف ديال الشوك. ايوا جاتني فرصه نحصل عليه من السوق يعني ديال البوادي، ونحمد الله ونشكروه وما نقولوش لا. اللي بغى العسل يصبر القرص النحل اللي قالوا الناس الوالا، ولفنا الموجود وغير نشوفوا الشوك يصبح الامر عندنا مرعود. وكتصبح المعرفة هنا هي سيدة الموقف، والجهل هو اللي كيخلينا نهربوا من كل شيء. المهم القوق نحكوه في حجرة أو طين باش نتخلصوا من الشوك بطريقة سريعة وبسيطة، ويمكن لذاك الساعة نقطعوه بكل أريحية وأمان. صدقوني المذاق، الناس اللي ذاقوه المذاق ديالو سبحان الله روعة، سواء يعني مطبوخ أو غير مطبوخ، يستاهل التعب ديالو. كنحضروه بهذه الطريقه اللي كتلاحظوها في الفيديو. كنعصروا عليه عصره ليمون، ايوا برع وبرع عليا الكبده
وغيره. الجسم كله كيفرح. يعني حقيقة المذاق ديالو غير مطبوخ روعة، أروع من إنه إلى تطبخ. يعني بجوجهم زوين، ولكن اللي غير مطبوخ عنده واحد المذاق سبحان الله، لأنه كيحتفظ بجميع يعني الأشياء ديالو المفيدة، وكتكون يعني كما كنقولوا مازال على طبيعتها. كنقدروا نشريو كذلك من سوق جميعة. بالنسبة للناس اللي ساكنين في مدينة الدار البيضاء كيباع سواء يعني محضر مباشرة يعني منقي أو غير منقي، والثمن ملي كيكون منقي راه كيكون شيئا ما مرتفع. باش كل شيء يعني المعلومة راه عندكم الآن. الحموضة كتمشى روعة مع القوق والقرع الأخضر ولا أي شيء أخضر، يعني كتمشي معاه بواحد الشكل خطير. شفتوا؟ ندورو نلفو والحموضة هي السر. إوا خاصنا نفهموا ونعرفوا بأن نحنا من الطبيعة وناكلوا غير ما خلق الله، وفي الوقت اللي خلق الله، وفي الوقت اللي كنكونوا كنحضروا فيه القوق يعني كنكونوا حضرنا خلينا الشعير ديالنا سميد الشعير اللي هو كيكون محضر بطريقه خاصه كما كانوا كيحضروه الاجداد ديالنا. هو شعير متخمر قبل ما كنطحنوا كنحصوا على السميد. التفاصيل كذلك عندي في القناه وغنزل لكم الرابط باذن الله. ريحته نرافقوا هذا القوق ديال البلدي ديالنا بهذا النوع ديال القرع كذلك اللي موجود الان، اللي خديته كذلك من يعني من الاسواق ديال الباديه. في قدر من الطين كما كتلاحظوا بها قليل من الماء، كنوضع ثوم محكوك يعني مفروم، وكنضيف ليه الملحه وكنعطر يعني باللي عندي موجود. اليوم غنعطر بالكزبره الناشفه مطحونه وشويه ديال اليانسون والشمر. هو حبه حلاوه والنافع، صدقوني حبه حلاوه والنافع يعني فين ما حطيتيها سواء الاشياء مطبوخه او غير مطبوخه كتقلب لك يعني المذاق والريحه واللي بغيتي يعني 180 درجه. صدقوني اللي ما كانش كياكل شي حاجه غيولي ياكلها. هذه بالتجربه يعني مع ولادي ولا مع الناس اللي يعني ما كياكلوش العديد من الخضار او العديد من المواد الغذائيه. كنضيف كذلك زريعه الكتان، مسحوق ديال زريعه القرع العسلي، ورشه ديال الزعتر، ورشه ديال الكبار. غنخلي المرق ابيض، ما غنضيفش الكركم، يمكن لكم تضيفوه الا بغيتوا. يعني كنكتفي فقط بهذه المنسمات هذه، وكنضيف مباشره الخضار. كنضيف كذلك قليل، حنا كنبغيو الاشياء تكون سبايسي حاره ولفنا المذاق الحار. هنا عندي البابريكا الحاره المتخمره يعني من الفلفله الحاره المتخمره اللي كنجففها وكنطحنها، وكتكون عندي بابريكا يعني صدقوني رائحتها ومذاقها طب. وكنضيف كذلك طريف ديال الليمون الحامض المتخمر وشويه ديال زيت الزيتون، وكنخليو الطبخه ديالنا على نار هادئه، وها هي حاضره باذن الله في اقل من 30 دقيقه. يعني ما نقولكمش الريحه سمحوا لي ما شاء الله ديال القدره ديال المرق روعه بدون اي محفزات للمذاق، سواء يكون اللحم او غيره بحال مكعب المرقه مثلا. ايوا من فوق هذا المذاق غادي نزيدو مذاق واحد اخر بالريب اللي حضرنا في اول الفيديو او اللبن المتخمر. الحموضه كتمشى روعه مع القوق والقرع الاخضر ولا اي شيء اخضر، يعني كتمشي معاه بواحد الشكل خطير. شفتوا؟ ندورو نلفو والحموضه هي السر. واعر روعه. ايوا خاصنا نفهموا ونعرفوا بان نحنا من الطبيعه وناكلوا غير ما خلق الله، وفي الوقت اللي خلقه الله.